المعاصي هذا يأخذ له خد بالك منه. إن الطعام يقوي شهوة النهم. ما معنى؟ النهم هو الأكل. تو الإنسان يحب يقد ريجيم، هاو تشوف فيه اللي يقول لك نقد في ريجيم تلقاه كان يوزن 60 تلقاه 120. علاش؟ شنو هو الريجيم؟ الريجيم كسرة الشهوة، كسرة شهوة النفس. يقول لك الريجيم الأصلي الصحيح كل شيء، أما بمقدار ما تشبعش بك الحاجة. قديش تضرب أنت باش تشبع؟ اسحن هكا مقرونة تعبيه ومساسة كيف أعمل شتربك كل شتربك ما زلت جعان يسر في برك ما تموتش. حسب هكا صلى الله عليه وسلم يقول هكا حسب يكفي من حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. قال سيدنا لي لقمات والله بتخاف بدك يتشلل وجعلنا من الماء كل شيء حي أجبر بالماء. لقيمات خفيفة بحول الله تبدأ بنزعل عايش مطمئن. أما هذه تضرب السحن الأول وتضرب معاها الخبز تبدأ مقرونة تاكل معاها الخبز. كسكسي تاكل معاها الخبز كيفاش؟ حتى الذوق ماهوش ذوق سليم، ماهوش ذوق سليم. واحد يربي روحه يربي نفسه ما كاينش كله امراض توليد مش علي بصحته ولا مش بصحته لا الكل يرجع مرض يا سكر يا مرض دم يا هذا ما اثبت العلم. كذلك النفس اذا تحب تربيها ما تكثرلهاش في المعاصي. تقول هذا مش نعمل معصيه الاخرى لا قد سمعت تقول تبت الى الله ولكن عندي قاعده في اخرين هذه تسمى توبه الكاذبين. توبه الكاذبين. انت تعرف روحك بس تعرف معاش تقول تبت الى الله استغفرك واتوب اليك تكذب على ربي تكذب على ربي. المولى تنجم تكذب عليه انت تكذب على نفسك. انت تغش في نفسك وتكذب على نفسك. الشيب شيء فين؟ شنو هو الشيب؟ الشيب نذير. ما معنى النذير؟ ينذرك راك قريب للموت حذروه ما دام طلعوا كعبات بيض في شعرك راه طريقك الى الموت اقرب. انذرك الله سبحانه وتعالى ما عادش عندك عذر. احنا يلهم الكل ويتقوس بكل والخبث ما زال فيه لا حب يطحن. علاش مهم؟ علاش؟ فلا ترم بالمعاصي كسرة شهوتها. إن الطعام رحمة الله عليه شوفك القياس. إن الطعام يقوي شهوة النهم. تحب الرجيم الأساسي النهم اللي ياكل برشا ما عادش تاكل برشا. الصباح كنت تاكل برشا حاجات خذ تاي شبي خذ تاي خفيف مش تاي ماء توب اللازم اي تاي اي نوع من التاي مش ممتع تاي طريف بسبيس غلي طريف كذا نقص عليك خاصة في عمر معين كعيبة بسكويت طريف خبز بوشمات ما تخافش اشرب بالماء كذا شوية اللي كتب سلاطة وين كنا قبل في الوقت هذا خير ربي القلم ديالك القراع الاخضر والاصفر تبيخ تقراع بالفول بالقناريه هات اللي يجي ما فماش الحومات هذه اليوم اثبت العلم اللحم اللي ياكل اللحم برشا هو يتخذ الاولاد ما الحوم يقول لك ابعد عليه ابعد عليه ما لا ان الطعام يقوي شكون شهوه النهم. تحب ترتاح وتعمل رجيم نقص كنت تاكل هكا كل شطر هاتوا المعده وحدها تتقلص تصغى تولي وقت يعطيوك شحال ما تنجموش تولي تاكل من غير تثمين يا ربي لك الحمد. اذا كان صغرت معدتك تولي تاكل اللي فيه الحاجه وهذاك اللي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم انك تقوم من الميده وانت ما زلت تشتهي. شكون اللي عملك؟ احنا اللي يبدا قاعد كان الرسول كان يحب يسال الحمد صلى الله عليه وسلم. انا اول حمد يحب المقدمه شيرت الكتف ونين وكل طالب كل وينك اللي يقولوا مفتونه اللحمه
ولا على باك الصغار كي مفتولين كلي قبل وقت تمشي للزنزانه تقول شنو مفتولك اليوم مالك ما يعطيكش هكاك مش عطيني تاع الهضره لا انت باش اليوم شنو نقولوا اليوم بناويه ايوا مالا بناويه ما تلاينها كان المفتوله خاطر بالبصل معاك هذا يجيب لك مش كيك هذا الحمد كان يعجبوا الكتف ويعجبوا اخره صلى الله عليه وسلم وقت يوصفوا كيفاش ياكل صلى الله عليه وسلم الحمد يقول وكان يعجبه فنهس نهسة أو نهستين هاو كما قلت صلى الله عليه وسلم هاو الناس اللي علموك سافوار فيفر هاو الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبوا الحق ذا قدمة ولا اثنين قال الله والله لا نعرف كتيبة بركة ولا اثنين هاو كيفاش يوريك تحافظ على صحتك احنا عملوها عنده غرض الدم عنده السكر عنده فهمتي ولا لا الاعصاب عنده عينيه طالع يمشي يعمل هكا يا رب اشفرنا حطه قدام المشوى قال نمشيو نعملوا مشوى يا ودي تبي تخذ انا مشوى لا طب ناخذ حاجه خفيفه اعطيني كيلو من غادي هات مركز ولا كيلو هات كبده يعني يا رب يعاونني يحسن ما يكمل من غادي العرق يبدا ينس قداش من واحد والله ما يكمل من غادي لما تضرب يده ساق ولا قريه وربي يشفيه ان شاء الله عليه هك هذه شو معناها فانت بعدنا وطبقنا شهوتنا سيدي ربي يبارك فيكم ان شاء الله القارئ سيدي استنى من قبيلك يا رب ان شاء الله يجازيكم كل خير تعيونا معناتها الانسان ضعيف جبدنا مش باش تقولوا لي ان شاء الله ربي يشفيه والله كنت انا كل ما شاء الله كيشمل فهمتني ولا لا عطيتها روحي اليوم جمعتين وانا بهالعرق لسان اللي ذقته الحمد لله بركه هذا اليوم العظيم الجمعه الاخرى لاباس وهو اليوم حتى اليوم لاباس والحمد لله وبفضل دعائكم ان شاء الله ربي يشفينا احنا ويشفي جميع المؤمنين بجاه القران العظيم يا رب العالمين بجاه هذا الجمع الكريم لا تخرج من جمعنا هذا شقيا ولا محروما اجعلنا كلنا من اهل الجنه بحرمه القران والسنه اغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما بقي بحرمه الابرار يا عالم الاسرار يا رب تحفظ ليبيا بجاه القران العظيم بما حفظنا به كتابك واحفظ الجزائر وتونس واحفظنا جميع المؤمنين في كل وقت وحين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تفضل شيخ خير باش حتى باش نقولوا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتن ماك شربتها الدبوزه ايش تحبها؟ اي نحب يا سيدي مسقطني هكا هكا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قال ألم أقل لكم إني أعلم
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما
من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون آمنت بالله وحده صدق الله مولانا العظيم يا رب بمحمد وببنته وببعلها وابنيهما السبطين أعلام الهدى وبصحبه والتابعين لهم فهم ساداتنا أهل المكارم والندى فرج على المخلوقين واكشف ضرهم يا خير من بسط الأوصال له اليدان اللهم صل على سيدنا محمد الذي ما نطق عن الهوى وصل على سيدنا محمد الذي ما ضل يومه ولا غوى وصل على سيدنا محمد صلاة تنطف
يلطف بك في السر والنجوى إلى حضرة النبي المصطفى وعلانية الفتح